بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من القلب من الأعماق للأخت بسمة البلعي. في الحقيقة تعثر الانتقال أو العدالة الانتقالية هو أكبر شاهد على أن ما حدث عام 2011 لم يكن ثورة حقيقية. هو كان انتفاضة أو في أحسن الأحوال مقدمة ثورية. الثورة الحقيقية كما قلنا سابقا هي هدم ورفع وبناء، هدم القديم ورفع لأنقاض هذا القديم وبناء الجديد. العدالة الانتقالية هي رفع لأنقاض القديم، فإن كان لم يحدث هدم من الأساس إذا ليس هناك أنقاض من الأساس، وبالتالي لا نستطيع أن نتحدث عن رفع الأنقاض. هذا يعني بتداعي حر للمنطق وللأفكار. ثم أنه عدم أو تعثر العدالة الانتقالية أو ملف العدالة الانتقالية أيضا شاهد من شواهد أن النظام القديم أو المنظومة القديمة قد ترنحت لكنها لم تسقط، لأن العدالة الانتقالية هي في النهاية محاسبة، والمحاسبة قبل المحاسبة هناك مكاشفة، والمكاشفة تحتاج إلى عنصر موضوعي خارج الدولة يقيم الدولة، بمعنى خارج يعني خارج مسؤولية الدولة، حتى يستطيع أن يقيم مدى مسؤولية هذه الدولة. إن كان النظام هو نفسه الذي كان يحكم الدولة ما زال قائما ما بعد الثورة، فعن أي مكاشفة ومحاسبة نتحدث؟ في علاقة بالهنا والآن، ما حدث يوم 25 جويلية 2021 لم يكن مجرد انقلاب على الديمقراطية أو انقلاب على حركة النهضة أو انقلاب على الإسلام السياسي، كان انقلابا على المسار الثوري. نقول انقلاب على المسار الثوري أي هو انقلاب على الانفتاح السياسي، وهو ما يفترض أنه هذا الواقع، واقع الانقلاب على الانفتاح السياسي، يجعل جميع الايديولوجيات جميع الأطياف السياسية معنية بمقاومة هذا الانقلاب. المطلوب من جبهة مقاومة الانقلاب هو الواقعية في مقاومة هذا الانقلاب، لأن ترديد كلام مثلا من قبيل سعيد سيسقط نفسه بنفسه أو أكبر أعداء سعيد هو سعيد، هو طرح مفلس أو طرح كسول من معارضة مفلسة، لأنه يفترض بأن يكون أكبر أعداء الانقلاب هم أعداء الانقلاب أنفسهم. التعويل على أخطاء المنقلب وعلى انسياب الزمن لمراكمة روح المقاومة في الشعب، هذا من شأنه أن يطيل عمر الحالة الانقلابية الراهنة ويحولهم من شذوذ تاريخي أو قوس برسم الغرق الوشيك إلى ضرورة تاريخية لا يشكل فيها تعفن الوضع سوى ذريعة إضافية لاستمرار حالة الاستثناء مع سعيد أو مع غيره بطريقة أو بأخرى. نعم.